عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهاردة معانا وصفة كله يعني هي سهلة بالنسبة لكل الناس، بيعملوها بطرق مختلفة. احنا النهاردة هنعمل وصفة فيها بيض. الوصفة دي يعني بنغير في البيض، بدل ما هو مقلي او مسلوق، لا النهاردة هنعمله بالخضار. بس يا ريت يلا قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهنبدأ كده. اول حاجة معانا طماطمية واحدة مقطعاها صغير، بصلاية برضو، ودي ايه فلفلاية صغيرة. في ناس بتحب تزود عليها جبنة رومي، بس انا قلت احب اعملها بالطريقة اللي موجودة في كل بيوتنا، اكيد كلنا عندنا المكونات البسيطة دي. ومعانا برضو 3 بيضات. ودلوقتي معايا طاسة على النار فيها شوية زيت، هنزل بالبصل اهو. معانا بالزيت اهو سخن، هنزل بالبصلة اهو، اقلب كده لحد ما يدبل معايا. انا بحبه يدبل كويس، ما بحبش فيه اللي هو سنة القرمشة اللي بتبقى موجودة دي، بحب ادبله كويس اهو. بعد كده هبدأ انزل بقى بالفلفل، اقلبه معاه برضه تاني. انا بقى احب البصل يدبل قوي اهو يا حبايب قلبي اهوت. وهبدأ بقى انزل بالطماطمية بتاعتي، وهقلب برضه كله مع بعضه تاني لحد ما الطماطم برضه تدبل معايا شوية مع المكونات. عايزه اقول لكم ريحتها جميله قوي اهو كده. كل المكونات استوت اهيت مع بعضها وبقت طريه. هحطها في طبق كده، وابدا انزل عليها بقى ايه بالبيض بتاعي. وصفة سهلة وسريعة وجميلة، يعني مش وصفة، احنا بس بنغير في البيض شوية، مش ان احنا ناكله مسلوق او مقلي على طول، نغير فيه اهو. بعد ما نزلنا البيض بقى هننزل عليه بشوية ملح وشوية فلفل اسمر. هنشوف الملح الاول، انا هحتاج قد ايه كده منه، يعني بالتقريب. والفلفل الاسمر ده ليه بنحط فلفل اسمر؟ على اساس البيض ما تبقاش فيه زفارة كده، وما يبقاش ليه ريحة زفارة اهو. وبعدين بنقلب البيض كويس مع الخضار اللي عندنا. انا عامله كميه قليله لاني عايزه اعمل يعني قرص واحد من البيض. انتي طبعا لو حابه بتزودي الكميه براحتك على حسب الكميه اللي انتي عايزه تعمليها. انا عايزه اعمل قرص واحد بيض بس كده للفطار، حاجه سريعه وتغيير يعني. في ناس بقى بتضيف على المكونات دي جبنه رومي عادي، بتدي طعم ونكهة جميلة جدا. بس انا بصراحة قلت يعني اوريكم الفيديو بالمكونات المتوفرة في كل بيت. افرض ما عنديش جبنة روم، خلاص هقف مش هعملها، لا عادي اكمل واقوم اعمل الحاجة اللي انا نفسي فيها. بعد كده بقى بعد ما قلبناهم كويس واتجانسوا مع بعض كلهم، هبدأ بقى اخد المكونات دي في نفس الطاسة وانزل بيها في نفس الطاسه اللي احنا كنا سوينا فيها الخضار. مش هغسلها ولا اي حاجه، هحط كده فيها زي ما هي، هتديني طعم ونكهه جميله يعني مكان تسويه الخضار، فهتبقى طعمها وريحتها جميله جدا اهي. الطاسه اهي نفس الطاسه اللي عملنا فيها، هنقلب كده تقليبه ونبدا ننزل معانا بالبيض على طول اهو.
يعمل قرص جميل جدا وطعمه مختلف. بنغير بس في طعم البيض، نبدأ نسويه من يمة وهنقلبه على اليمة التانية اما يخلص. وادي اهوت بعد ما قلبته على اليمة التانية ما خدش معايا دقيقتين على النار، طلع بالشكل الجميل دوت اهو. وعايزه اقول لكم والله يا بنات ريحته جميله قوي تفتح النفس. وممكن بقى تغمسيه بعيش فينو، ممكن تاكليه في عيش توست، في عيش بلدي، اي نوع عيش يتاكل معاه اهوت. ووجبه غذائيه متكامله فيها البيض البروتين وفيها كل الخضار بانواعها المختلفه. فلو عندك برضو فلفل الوان ممكن تقطعي وتحطي عليه، زي ما قلت لك ممكن تزودي معاه جبنه رومي، ممكن بدل الجبنه الرومي تحطي لحمه مفرومه. كل الحاجات كل الخيارات ديت قدامك متاحه، ممكن تعمليه بالطريقه اللي انت تحبيه وتضيفي المكونات اللي انت عايزاها الزياده. ولو كان عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك بقى للفيديو واعملوا شير للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا بقى معايا في القناة علشان ده بيدعمني وبيخليني استمر واقدم كل جديد. مع السلامة.